السلام عليكم إخوان، ومرحبا بكم في مباراة ديال التوظيف 730 منصب مديرية العامة للجماعة الترابية. آخر أجل هو 3 فبراير. ندوزو للشرح. بالنسبة لهاد المباراة كتنظمها وزارة الداخلية بمعاهد تكوين تقنيين متخصصين. سلم تسعود كيفاش؟ يعني أنا غنتقبل، غندوز كونكور، غنمشي ندوز تكوين ديال عامين. بالنسبة فين غنتسجلو في هاد الرابط. بالنسبة للتسجيل حتى غيبدا نهار 22 نهار 20 يناير، يعني ماشي دابا. السيت دابا راه ما غيعطيكم والو. بالنسبه لاشنو خاصني، اول حاجه نسخه مسح ضوئي، شهاده البكالوريا او دبلوم تقني. بالنسبه للبكالوريا غتكون عندك البكالوريا، ماشي مشكل تكون قديمه ولا جديده. هو طالبين ما تكونش تقريبا في 30 عام. هي هاد الشرط اللي حاطين هما دابا. بالنسبة للنسخة الثانية هو كشف النقاط المحصل عليه الريلوفيد نوت. بالنسبة راه كان عاطينو لينا نيامات الباك وداكشي، راه غتلقاو عندكم حتى هو ديروا ليه حتى هو تسكانيوه. وبالنسبة للنسخة مسح ضوئي من الجهتين ديال لاكارت ناسيونال، وطالب خطي للمشاركة في المباراة تحت إشراف السلم الإداري. هذا ما كيهمكمش نتوما كواحد ما خدامش ولا خدام في شركة ولا ما كيهمناش خدامين. بالنسبة لشي واحد موظف ديجا موظف وبغى يمشي يتفاعل، هذا كما قلنا لكم. طلبات الترشيح الإلكتروني بالموقع الإلكتروني ما تبدا من نهار 20 وغتسالي نهار 3. بالنسبة الكونكور اشنو غيكون فيه؟ غيكون عبارة عن كورس سيام 3 سوايع، يتضمن المواد التالية: أسئلة في المجال الاقتصادي والمالي باللغة العربية والفرنسية، وأسئلة في مادة اللغة العربية والفرنسية، وكاين الشفوي كتناقش فيه اللجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة باللغة العربية والفرنسية. داير لك هنا ملاحظة بالنسبة التأكد من توفر شروط مشاركة، أن مترشحا سوف نعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة. يعني عندك الدوسي ما كاملش ولا داكشي اللي باغين هما ما عندكش نتايا، راه ما غتقبلش، يعني بلا ما تضيع وقتك. بالنسبة للائحة الناجحين في هذه المباراة على نفس هذا السيت هذا emploipublic.ma، ومدة التكوين 2 سنين، ونظام التكوين بهذه المؤسسات خارجي. كيفاش خارجي؟ يعني ما كيكريوش لك، يعني ما عندهمش داخلية ولا شي حاجة، حتى كتدبر على راسك حتى كدوز ديك العامين. وقال لك هنا لن يقبل أي دبلوم أو تخصص في غير المستوى أو التخصص المطلوب. وبالنسبة للتخصصات كاين هاد شعبة الهندسة المدنية، كاين هذا اللي دوزنا هنايا ديال شعبة المالية، وكاين ديال المياه والغابات هو هذا اللي تحت دوزو ليه، ديال البستانة والأغراس بإعداد الطبيعي. ولكن انت ماشي كتخدم انك في البستانة، ولا انت غير غتكون بحال شي سوبرفيزور، يعني انك كتراقب دير لي رابور. هادشي اللي كاين. وبالنسبة لعدد المعتبرين غيكون هما طالبين بالنسبة لعدد المعتبرين ديال الدولة يعني 30 مقعد. بالنسبة للدولة كيديروا هذاك البلان ديال واحد مكفول الأمة ولا من قدماء المحاربين، كيعطيو واحد كيعطيو 5 ولا 6 المقاعد. بالنسبة لبنادم باش يفهم، مني كتبغي تخدم ضروري ما كتسول على الصالير ولا على هداك. بالنسبة للصالير هو سلم سعود.
سلم سعود اشنا هو السالير؟ يعني كيتراوح ما بين 5500 حتى ل7000 درهم، بالنسبة لهاد المباراة. ولكن كيبقاو الترقيات، كيبقاو بريمات، والدولة ديما ما كتبقاش بلاصتك، ديما الترقيات، ديما خصائص، ديما امتيازات، سواء السفر سواء الديبلاسمون. وبالنسبة لهاد التكوين هو عبارة عن تكوين ديال عامين، والسؤال الأهم في هاد التكوين هو واش غيخلصوني فيه. غيخلصوك 1500 ولكن على دفعات، يعني 3 شهور. 1500 ضرب 3 شهور، هذا هو اللي دايرين هما بالنسبة للتكوين. وكيف ما قلنا التكوين هو عبارة عن تكوين خارجي، يعني ما عندهمش الداخلية، يعني غتكري راسك باش تقرا، ومن بعد إن فوا كتخرج إن فوا كتخدم. بالنسبة للبلاصة ديال التعيين غتكون في مركز الجماعة الترابية. واش تابع الإقليم ديالك ولا تابع الجهة ديالك هذاك ما معروفش، على حساب التعيين. ودابا بالنسبة للكونكور الليان غيتحل حتى نهار 20 عاد يمكن لك تسجل. وبالتوفيق ان شاء الله. ولا ما كانت شي حاجة واضحة في كومونطيرات نجاوبكم عليها. شكرا.